الحقنا لليوم الخامس للخميرة الطبيعية. إذا هنايا بعد 4 أيام من التغذية المنتظمة الخميرة ولت أكثر نشاطا وتضاعف حجمها بشكل واضح، وهذا راجع لتكاثر الخمائر والبكتيريا النافعة. واليوم رايحين نبداو نغذيوها مرتين في اليوم. نبداو بالتغذية الأولى على الساعة 8:30 صباحا، ودائما بنفس الطريقة. نأخذ 20 جرام من الخميرة ونضيف عليها 20 جرام ماء و20 جرام فرينة. نخلطو مليح وندخلو شويه الهواء باش تتنشط، ونعاود نحطها في بقال يكون نظيف، ومن بعد نغلقو عليها ونديرو دايما علامه باش نراقبو الارتفاع ونخلوها ترتاح في مكان دافئ. بعد مرور حوالي 5 ساعات كما راكم تشوفوا الخميره ضعفت من جديد. عاودت رجعت لها مع الليل وكانت الساعة 8:30 مساء. كما راكم تلاحظوا الخميرة راهي عاودت هبطت، يعني راهي محتاجة إلى تغذية. إذا راح نعاودوا نفس العملية، نأخذ منها 20 جرام خميرة، نضيف عليها 20 جرام من الماء و20 جرام من الفرينة. نخلط مليح ونحاول ندخل الهواء، من بعد نحطها في بقال نظيف ونحط دائما علامة باش نراقب الارتفاع، ونخليها دائما في مكان دافئ. نشوفكم غدا في اليوم السادس إن شاء الله.